مثلث الرعب. بنت وحواليها 3 رجال بيعملوها كده ليه وتعمل معاهم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة كوكي لايف واي. الحلقة النهاردة بتتكلم عن شخصيات رجال في حياتنا انكتبوا علينا واتفرض علينا اننا نعيش معاهم، بيعاملونا ازاي ونعملهم ازاي. ده اللي هنعرفه النهاردة ان شاء الله. واعذروني بقالي فترة مش بعمل فيديوهات لان والدي بقاله اكتر من شهر في العناية المركزة، وربنا يشفيه ويشفي مرضاكم يا رب ودعواتكم. نبتدي. في حياة كل أنثى على الكوكب ده أو الغالبية العظمى من الإناث في حواليها مثلث، أنا بسميه مثلث الرعب، مكون من الأب والأخ والزوج. المثلث ده طول ما هو حواليكي انت أميرة متوجة، كأنك قاعدة في بستان، والتلاتة دول بمثابة الأمراء اللي بيحوطوكي برعايتهم وبيحموكي من أي حد يفكر يتجرأ عليكي أو يتطاول عليكي أو يضايقك، بغض النظر عن الغنى والفقر. أنا بتكلم عن المعاملات الاجتماعية. التلاتة دول هيقوموا معاكي بوظيفة الأمير اللي بيحمي أميرته، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، سواء كانوا متعلمين أو مش متعلمين. وطبعا ما بقصدش بكلامي الأب والأخ والزوج اللي هرب وساب مراته وولاده، ولا بقصد الزوج مدمن المخدرات اللي عايش لكيفه، ولا بقصد الزوج اللي نايم بصحته في البيت ومطلع مراته تتبهدل وتصرف هي عليه، ولا الزوج الخاين، ولا الأخ اللي مبهدل أمه وإخواته ضرب وشتايم وسارقهم وواكل حقهم وما إلى ذلك. ما بتكلمش على دول خالص، لكن انا بتكلم عن الاب والاخ والزوج اللي عارف يعني ايه مسؤولية، وعارف يعني ايه الرجال قوامون على النساء، وعارف يعني ايه لا ما تروحيش انت، خليكي مرتاحة وانا اللي هروح، لا ما تبهدليش نفسك انا هروح اقضيلك المصلحة دي، لا ما تمشيش لوحدك انا جاية اوصلك، لا ما تلبسيش كده علشان انا بغير عليكي. اللي مش مخليين بيتهم ناقصوا حاجة على قدر امكانياتهم، حتى لو فقراء عندهم احتواء لاهل بيتهم. شايف نساء البيت اميرات ما تتهنش ما تتذلش، ما حدش يمس شعره منها ولا يهين كرامتها. هما دول الرجالة اللي انا بقصدهم النهاردة. ليه بسميهم مثلث الرعب؟ لان طول ما هما في حياتك هتلاقي الكل بيعملك 1000 حساب. لما يكونوا رجالة شخصية احترام اخلاق، محدش لا قريب ولا غريب هيتجرأ ويرفع عينه فيكي. قرايبك جيرانك صحابك زمايلك في المدرسة في الجامعة شايفين ابوكي واخوكي وزوجك في ظهرك، مش هيطمعوا فيكي، مش هيفتروا عليكي، عارفين ان وراكي رجالة هيدوهم على دماغهم لو فكروا يقربوا منك. وده مش هيحصل الا بشرط انك تكوني عامله لهم قيمة وكرامة فوق كرامتهم وسط الناس. ما تتكلميش عليهم وحش ابدا، ولا حتى لأقرب الناس ليكي. ما تشتكيش منهم لحد، ما تشتميش عليهم حتى لو كانوا عاملين فيكي ايه باللذي. ما داموا مراعيينك وقد المسؤوليه ما فيهاش حاجه ابدا لو ادوكي كلمتين في عظمك عشان غلطه غلطتيها، الدنيا ما تهدتش. ما فيهاش حاجه لو حرموكي من المصروف مثلا او من رحله او خدوا منك الموبايل كام يوم عشان تفوقي وما تكرريش الغلط اللي انت فاكراه صح. حتى لو زغدك زغده كده من زعله منك او من خوفه عليكي من غلطه عملتيها هتضيعي فيها نفسك. مش مهم، عادي، مش هتموتي بس هتفوقي. ايه مشكلتك مع باباكي؟ مزنق عليكي ما بيخليكيش تدخلي وتخرجي على راحتك، بيدقق في مشاويرك وبيقعد ماسكلك الساعه بالدقيقه والثانيه لحد ما ترجعي البيت ويروح مسمعك الطريحه التمام عشان اتاخرتي. طيب انت تعرفي اللي مراهاش راجل بيسالها رايحه فين وجايه منين عايشه ازاي وبيتقال عليها ايه من الناس اللي حواليها، بالذات في المناطق الشعبيه اللي غالبيه بلادنا منها؟ تعرفي ان من امن العقوبه اساء الادب؟ حتى لو كان امير مملكه لو ما حسش ان وراه رقيب هيفجر. ابوكي واخوكي وزوجك دول الرقيب اللي بيوقفوكي قبل ما تغرقي، وبيقسوا عليكي ساعات لما يلاقوكي سقتي فيها. فما تزعليش منهم ابدا، واحمدي ربنا انهم في حياتك. اسألي كده اللي كان عندها اب واخ وزوج بالشكل ده وراحوا منها، عاملة ازاي دلوقتي، وبتتمنى انهم يرجعوا يعيشوا معاها ولو لحظة واحدة حتى لو هيعاملوها ابشع من الاول. مش بقول ان البشاعة في المعاملة صح، لكن انا بتكلم عن امر واقع وشخصيات في مجتمعنا لرجالة غلابة عايزين يحافظوا على بناتهم، وهي دي طريقة تفكيرهم. مش هنقتلهم بقى، لكن هنتأقلم معاهم ونبص لنيتهم من اسلوبهم معانا ان قصدهم خير، بس هو تعليمهم وتفكيرهم وتربيتهم وثقافتهم كده. فنتعامل ماشي، نتعامل. انت لو سألتي البنت اللي عايشاها بالطول والعرض من غير رقيب هتقولك يا ريتني عندي راجل يغير عليا ويحافظ عليا ويقول لي روحي هنا وما تروحيش هنا ورجعتي الساعة كام وكنتي مع مين. عمل ايه بابا تاني؟ زعقلك عشان درجاتك ومذاكرتك؟ زعقلك عشان التليفون اللي انت مش بتسيبيه من ايدك ليل بنهار؟ زعقلك عشان تقومي تنظفي اوضتك وتساعدي ماما في البيت؟ ايه يعني؟
ما انت عايشة واكلة شاربة نايمة، عايزة هدوم يا بابا، عايزة مصاريف الدروس يا بابا، عايزة كورسات للكلية يا بابا، ادفع فاتورة التليفون والنت يا بابا، طلعنا مصيف يا بابا، عيانة وديني للدكتور يا بابا، جالي عريس جهزني وجوزني يا بابا. عمرك فكرتي بابا تحمل ايه عشان يحققلك امنياتك دي؟ فكرتي شاف ايه في شغله من تعب قلب ومشاكل وبهدلة وحرب اعصاب، وفي اللي بيتحمل ضغط واهانات من مدير الشغل وبيصبر وبيتحمل الاهانة ويجي على كرامته عشان لما تقوليله عايزة يا بابا تلاقي، في اللي بيتحمل التراب في صدره، ولا واقف قدام فرن العيش، ولا بيشتغل في مكان اللوادر والعربيات التريلات رايحة جاية من حواليه، ولا واقف على سقالة بيبني عمارة متعلق بين السما والأرض في الدور ال15، ممكن لا قدر الله في لحظة ما يلاقيش نفسه، وصابر ومتحمل عشانك، وانتي بمجرد ما شخط فيكي شخطتين تزعقي وتخصميه وتقطعيه، وفي اللي بتدعي على ابوها، وفي اللي بتشتمه في سرها، وفي اللي بتشتمه في وشه، في الابن اللي بيضرب ابوه وامه. ده عقوق، دي كبائر، زي اللي قتل واللي زنى. عندك فكرة لو صحيتي من النوم ما لقيتيش بابا حياتك هيحصل فيها ايه؟ مش هقولك هيحصل فيها ايه، اسألي اللي معهاش بابا. شوفي كمية التحكمات والإذلال اللي بتتحط فيها من اللي يسوى واللي ما يسواش. شوفي اللي اتجرأوا عليها عشان يتيمة، واللي بخلوا عليها بكام جنيه ولا بكلمة طيبة، في حين انهم كانوا عايشين زي الفراخ لما كان ابوها عايش. مشكلتك ايه تاني مع ابوكي مثلا؟ حاسة انه بيفرق في المعاملة بينك وبين اخوكي؟ بيفضل اخوكي عليكي شوية، بيهتم بيه اكتر الى حد ما؟ طب هسألك سؤال، لما تكبري وتتجوزي وتخلفي وابوكي يكبر ويبتدي يمرض سنة الحياة، مين اللي هيشيل ويلف بيه في المستشفيات؟ مين اللي هيدفع ويحاسب العمليات والدكاترة؟ انتي وجوزك ولا اخوكي؟ مين اللي هيجري يلف بامك وابوكي؟ جوزك هيقول ده شقاية وشقى اولادي، انا اولى بيه، ابنه يلف بيه. طب لو لا قدر الله زوجك سابك، مين هيشيلك انتي وعيالك؟ مش اخوكي؟ مين اللي هيقف لزوجك او خطيبك او جيرانك لو ضايقوكي؟ مش اخوكي؟ مين اللي هيقعد لولادك مع الرجاله وانتي بتجوزيهم؟ مش اخوكي؟ ولا هتقعدي وسط الرجاله بطولك يستقلوا بيكي ويشوفوا نفسهم عليكي؟ لما يكون اخوكي راجل، انا اقصد الاخ الراجل، لو متخانقه انتي واخوكي ورايحين مع بعض مشوار ومش طايقين تبصوا في وش بعض، وحد عكسك في الشارع وانتي ماشيه، اخوكي هيقول ماليش دعوه ويمشي ويسيبك؟ ولا هيقف يصورك بالموبايل علشان ينزل الفيديو على النت زي ما الناس بتعمل؟ ولا هيدخل يموت نفسه عشانك حتى لو انتي مزعلاه؟ يبقى لو ابوكي اهتم باخوكي شويه زياده فده عشانك في الاول وفي الاخر، بس انتي مش حاسه دلوقتي، ومش هتحسي الا لما تتحطي في المواقف دي زي ما غيرك اتحطت فيها وعرفت قيمه اخوها. ساعات الشيطان بيعميكي وبيكرهك في اخوكي عشان تقطعي رحمك وتخسري دنيتك واخرتك، ومش بيخليكي تبصي للي هيحصل قدام، وان اخوكي ده ربنا يديله طولة العمر هو اللي هيبقى ابوكي بعد كده. انتي لما تكبري واخوكي يكبر هتلاقي نفسك بتفضليه على نفسك وبتدعيله اكتر ما بتدعي لنفسك، لانك هتيجي في وقت من الاوقات تحسي ان هو الامير اللي ربنا بعته عشان يحميكي من شر الدنيا. هتشكري ابوكي انه خلفه ورباه عشان يبقى سند وظهر وحماية ليكي من اي حد، من اي مخلوق. واسألي اللي فقدت اخوها واتحرمت منه، ما تسأليش اللي مقاطع اخوها واخوها مقاطعها، ولا اللي سارقين بعض، ولا اللي واكلين حق بعض. لا، سيبك من النماذج دي. اخوكي لو طلبتيه الفجر هيكون عندك، لكن لو طلبتي جارك ولا زميلك ممكن مراته تحطك في دماغها، ممكن هو نفسه يحطك في دماغه ويطمع فيكي. ما تضمنيش حد. عندك مشكلة ايه تاني مع اخوكي؟ زعق فيكي او حبسك في البيت او حرمك تلبسي لبس ضيق او زعقلك على الميك اب؟ طب ما ممكن يريح دماغه منك خالص ويجبرك تنزلي وتشتغلي وتتبهدلي في المواصلات صيف وشتاء، وياخد عرقك وشقاكي واطلعي يلا زي ما انتي عايزة، البسي اللي تلبسيه، مش هحاسبك ولا هقولك رايحة فين ولا جاية امتى. لكن هو عشان راجل وعنده غيرة وعنده نخوة وهو اللي شايل مسؤوليتك مش هيسمحلك تعرضي كرامتك وكرامته للإهانة وكلام الناس، فمن غيرته عليكي بيتعصب عليكي، فبلاش انتي تعملي اللي بيعصبه. بسيطة يعني. انا يا جماعة مش بتكلم على المجتمعات بتاعت الشوكة والسكين عشان محدش يطلع يقولي وما يسيبها تعمل اللي هي عايزاه ولازم يكون في ثقة ومعرفش ايه. لا، احنا مجتمعاتنا مش كده. مجتمعنا خلاص اتكون بالناس دي ومش هيتغيروا. عايزة تغيري انتي خلفي وغيري في ولادك براحتك وطلعيهم متحررين لو عرفتي، وبرضه مش هيقدروا يعيشوا مع المجتمع ده. لكن انا بتكلم على واقعنا اللي خلاص حصل، ومجتمعنا الشعبي، الناس الغلابة اللي محدش حاسس بيهم ولا مدرك طريقة تفكيرهم. وديكم شفتوا اللي حصل للبنت بتاعت المنصورة وغيرها كتير. وعلى فكرة التحرر ما بيمنعش الاعتداءات دي. عندك فرنسا بيحصل فيها تعدي على أنثى كل 7 دقايق،
اظن مفيش شعب متحرر ولا نضيف في نظركم اكتر من كده. لذلك حتى فرنسا مجتمع فاسد، هو نجح رأسماليا لكن اخلاقيا كل حاجة على عينك يتاجر في الشوارع. احنا مجتمعاتنا منهارة اخلاقيا ودينيا واجتماعيا الا من رحم ربي. فالبنت اللي عايزة تحافظ على نفسها تخلي بالها هي من نفسها عشان محدش هيطبطب عليها. انت في مجتمع لا لاقي شغل ولا جواز ولا علاج، ولو قطة عدت من قدامه بيبص عليها، ده مش هتعرفي تقوليله ما تأذنيش وما تبصليش. الناس دي اتربت على كده خلاص. ما تجيش تمشيلي وسط غابة مليانة اسود جعانة مش لاقية تاكل وتعدي في وسطهم وتستني ان هما يوسعولك. ده حتى الاسد لو متربي ومتدرب بياكل صاحبه. انتي لو رحتي اي بارك او محمية طبيعية هتمشي وسط الاسود في عربية وقافلة الازاز على نفسك عشان ما تتاكليش. دي من قوانين المحمية اللي انتي ماشية فيها. فلازم كذلك تمشي في الشارع محمية عشان ما تتاكليش. هو نصيبنا وقدرنا ان الشباب دول يبقوا كده. يبقى نحافظ احنا بقى على نفسنا ولا نقعد نندب ونقول ازاي ده حصل وليه؟ ما هو الندب بتاعك مش هيغيرهم. الصريخ على الفضائيات وفي الانترنت وفي المواقع وفي الفيسبوك مش هيغيرهم. وبعدين الكلام ده بيحصل من زمان قوي. امال ايات الحجاب نزلت ليه؟ ما هو عشان النساء كانت بتتأذي من الشباب اللي ما ترباش، والشباب ما اتقلبش ملايكة اليومين دول يعني عشان نمشي وسطهم براحتنا. فربنا عز وجل امرك تحمي نفسك وامرهم يدوروا وشهم بعيد عنك. طب هما ما نفذوش وما دوروش وشهم، ماليش دعوة، انفذ انا واحمي نفسي منهم. فلما يبقى معاكي راجل وسيد الرجالة بيحافظ عليكي من المجتمع ده، نصيحة بلاش تعديه وتكرهيه وتستفزيه. بلاش تفهميه غلط، واعرفي لما بيعنفك ليه؟ بيعنفك عشان مصلحتك، وتعنيفه ده غصب عنه، هو اتربى كده ومش هيتغير. نعمل ايه بقى فيه؟ نرميه؟ فلو عندك اخ او اب او زوج شخصيتهم قوية، احمدي ربنا وبوسي ايدك وش وظهر، لان مجتمعنا ما بيعملش حساب الا للاقوى. الضعيفة ملهاش مكان، وانتي كأنثى تكوينك ضعيف، ربنا خلقك كده، فهتستقوي بمين؟ بابوكي واخوكي وزوجك. البنت بتاعت المنصورة مثلا لو كان معاها اب او اخ او زوج كان حد قدر يقرب لها؟ اكيد لا، لكنها عشان وحيدة وضعيفة اتبهدلت. انتظروني في الجزء التاني ان شاء الله، وما تنسيش تبعتي الفيديو لكل صحباتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.